تحليل مباراة الزمالك والترجي التونسي في 3 نقط مهمين، ورسالة للأخ مهيب عبد الهادي ربنا يهديه. ال3 نقط المهمين هنتكلم فيهم بعد فوز الحمد لله على الترجي امبارح. الحمد لله قدرنا نحل المشكلة كانت بتواجهنا الفترة اللي فاتت، هي تباعد الخطوط، الدفاع، خط نص، الهجوم. طبعا كان في جاب كبير جدا بين الخطوط، ان فريرة قرب الخطوط بين بعض، وفي نفس الوقت لعب دفاع متقدم. الدفاع المتقدم ده سلاح ذو حدين، خاصة في الماتشات اللي ما فيهاش فار. ليه بقى؟ لان انا ما اضمنش الحكم الرايه ده هيقدر يظبط التسلل مظبوط ولا لا، ما اضمنش حكم الرايه ما اضمنش اصلا لعيبتي هتقدر تظبط التسلل ده ولا لا، خصوصا في ماتشات مصيريه زي بطوله افريقيا وما عندكش فار. ففكره ان انت تلعب بدفاع متقدم في ماتشات افريقيا دي مغامره كبيره جدا، وطبعا ما ينفعش نلعب خارج الارض بدفاع متقدم. طيب نخش على النقطه التانية ودي مهمه جدا، دي رسالة لمستر فريرا. برضو احنا عندنا نفس المشكلة، ان احنا بنلعب ب2 خط نص، 2 مركز 6. الاتنين مركز 6 لهم نفس الادوار، لهم نفس المهام، مفيش تنويع في اللعب. لعبت جنبهم سيف فاروق جعفر، بس سيف فاروق جعفر للاسف الشديد يعني لياقته البدنيه واضح ان هو مش فت، او هو عنده مشكله في اللياقه البدنيه. احنا مشفناش غير اول ربع ساعه في الماتش. فطبعا دي رساله برضو يعني برضو هنت كده لياسيف، ما ينفعش، انت لعيب، هتبقى لعيب مفروض مستقبل نادي الزمالك، ولعيب مش صغير مش ناشئ، عشان برضو الناس بتبقى فاهمه. انت عندك تقريبا حاجه و20 سنه، فمش ناشئ. لعيبه بره بتلعب 17 و18 و19 سنه وبيلعبوا منتخبات، فانت المفروض دلوقتي تلعب منتخب يا سيف، فانت لازم تظبط موضوع اللياقه البدنيه ده، وان انت تبقى اجريسيف شويه، تخش التحامات تلتحم، يعني جسمك يبقى اقوى من كده وانشف من كده. على فكره مش شرط ان هو جسمك رفيع فمعناه ان انت ما لا، في لعيبه كتير تعرف تعمل ده، تتدرب على ده، ان انت تكسب اي صراع ثنائي بدون ان انت تخش في فاولات او حاجه. طبعا مع التدريب والخبره ممكن الحاجات دي تبقى سهله بالنسبه لك. طيب الرساله اللي فريرا، الموضوع 2 نص ملعب ده هيبقى مشكله بالنسبه لنا، ان انت تلعب ب2 مركز 6. فالافضل ان حد يا اما تلعب احمد بالحاج خط نص جنب سيف تنوع اللعب، يا اما زيزو ينزل مركز 8. وده انا بصراحه ما افضلوش، لان انت هتخسر زيزو قدام. تمام. وفي نفس الوقت يا كابتن فريرا احنا مش عاوزين، يعني مش عاوزين نبدا الهجمه من عند زيزو، احنا عايزين نبدا الهجمه، وفي اخر مرحله اللي هو 80% بعد ما نخلص الهجمه تبقى عند الكره تروح لزيزو. بمعنى اصح ان انا ببدا اللعب وانوع وانزل لمصطفى شلبي او ابراهيم نضاي او اي حد تحت، واخر حاجه مرحله في الهجمه ان انا ابدا انقل اللعب الناحيه التانيه لزيزو، ان هو هيبقى كاشف الملعب، وفي نفس الوقت يبقى عنده رؤيه، يا اما هيخش ويسجل يا اما هيخش ويلعبها كي باص، اللي هو حاجه لعيب يباصيها للجون زي ما حصل في الجون الاول وحصل في الجون الثالث. طيب النقطه الاخيره دي للعيبه نادي الزمالك، نقطة مهمة جدا، دي بداية، دي نعتبر اللي فات كله هننساه ونبدأ بداية جديدة إن شاء الله مع بعض. بس يعني في بعض اللعيبة كده لازم نقول لهم كلام، يعني هنت بسيط كده. محمد عبد الغني ما ينفعش تبيع نفسك في كورة زي دي تكلفنا جول. انت سايب مركزك ورحت لحسام عبد المجيد اللعيب خدك في ظهره وراح يجيب جول. لا يمكن من الأحوال إن أنت تروح نفس الراحة دي. ما ينفعش نلعب باتنين خط مركز 6 والباص يتضرب كده الدفاع. اما الاتنين مركز 6 دول بيعملوا ايه؟ عشان كده بقول لكم يا جماعه، اتنين مركز 6 احنا ما بنستفدش منهم بحاجه، ما بنستفدش منهم حاجه للاسف. رساله برضو للكابتن دونجا، يا كابتن دونجا مش كل كوره تجيلك تشوطها، مش كل كوره تجيلك تشوطها من اي مكان بتشوط، مش يعني، خصوصا ان واضح ان انت يعني عايز تاخد ثقه المباراه وثقه في نفسك، او عايز تجيب جول من الاخر. مش دلوقتي، ما تجيش على نفسك في ان انت تضيع مجهودك ومجهود زمايلك في ان انت تشوط كور مش مجديه، كور مش شايطها بتركيز، مش شايطها باتقان. تمام. فاتمنى من اللعيبه تاخد بالها من النقطه دي، مهمه جدا جدا جدا. كويس. طبعا بشكر كل اللعيبه على ادائهم وعلى روحهم القتاليه في الملعب، وهو ده اللي احنا كنا عاوزينه. الروح القتاليه والرجوله في الملعب اهم من الفنيات واهم من حاجات كتير، وطبعا على راسهم
الكابتن حمزة المسوسي، الناس كلها كانت بتنتقده. آخر نقطة بقى وهو الكابتن مهيب عبد الهادي. يا كابتن مهيب، ماذا بينك وبين الزمالك؟ يعني عايز افهم بس انت ايه مشكلتك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم بيبدأ البرنامج بتاعه، بدل ما يبارك ويتكلم عن لعيبة الزمالك ويتكلم على الأداء ويتكلم عن الجمهور اللي كان مزين الملعب امبارح ويتكلم على بسم الله الرحمن الرحيم بيبدأ برنامجه جايب لي كابتن جهاد جريشة اللي هو ده لمسة يد كده، احمد سامي واخدها بايده ما شافهاش، فجايب لك خبير تحكيمي اللي هو كابتن جهاد جريشة عشان يسألوا ايه رأيك في ضربة الجزاء. طب ما اتكلمتوش ليه على ضربات الجزاء اللي اتحسبت علينا، ضربة الجزاء بتاعة شباب بولوزداد؟ ما اتكلمتوش ليه عليها؟ ما اتكلمتوش ليه على ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتهاش في ماتش المريخ؟ اشمعنى يعني؟ مش فاهم برضه. وبعدين الاستوديوهات التحليلية كلها امبارح شوبير بقى مش عارف على كابتن مش عارف محمد فاروق على طالعين امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا الاهلي هيقابل سان داونز وماتش مهم، ماتش مهم وكل حاجه، بس ليه وقته يعني، ليه وقته لما الاهلي يجي يلعب وبتكلموا في الكلام ده. انما انتوا ما بتتكلمتوش على فرحه الزمالك، ما هنتوش الزمالك، ما هندوش اللعيبه، لا كل تركيزكم لا ده في الاهلي هيلعب سان داونز. طب ما يا عم احنا مالنا بالاهلي ما يلعب سان داونز، وان شاء الله الاهلي يكسب او يخسر برضه، وانا ما يخصنيش في حاجه. انت دلوقتي جاي تحلل ماتش الزمالك بتروح مدخل الاهلي في الموضوع ليه؟ وجايين تجيبوا محللين وضربات جزاء ومش ضربات جزاء. طب انتوا كنتوا فين المساندينكم نادي الزمالك؟ انتوا بصراحه عار اعلام عار، واي مشجع بيتفرج عليكم والله يبقى غلطان جدا جدا جدا. شكرا جدا لحضراتكم، وان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي بولوزداد نكون كسبانين، وبنسبة إن نكون يعني على فكرة ماتش بلوزداد لو كسبناه مش هنضمن نتأهل بنسبة 100%، بس ده يعني نسبة يعني ده أهم ماتش في المجموعات كلها. شكرا جدا لحضرتك.